اخواتي، مرحبا بكم فيديو جديد. نتمنى تكونوا في تمام الصحه والعافيه وفي احسن الاحوال. نتوما كتشاهدوه اليوم ان شاء الله كما كتشوفوا غادي نحضر معكم حلوه تقليديه ما تخطى حتى دار مغربيه اللي هي الفقاس. كيجي مقرمش ولذيذ وسهل في التحضير، وغادي نقدم لكم نصائح باش ما يتفرقعش لكم هذا الفقاس في الفران وما يتكسرش لكم اثناء التقطيع ديالو. نتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، ما تنساوش تحطوا لي لايك الى عجبكم الفيديو، تابعوه حتى الاخير. نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير وفرجه ممتعه. نبداو على بركه الله بالمقادير. عندي هنا 100 غرام 50 غرام ديال اليانسون ديال النافع، عندي 50 غرام ديال اللوز اللي مرطب ليله كامله في ماء الزهر، عندي ساشي ديال خميره، ساشي ديال الفاني، عندي 50 غرام ديال الزنجلان اللي منقي، قبيصه ديال الملح، وعندي 4 ديال البيضات كبار. انا هنا عندي البيض صغير، على داكشي علاش درت 5 ولا 6 ديال البيضات الصغار، يعني تحسبوا زلافه ديال البيض. هنا اول حاجه غادي ندير البيض مع سكر سنيده، غادي نطرب مزيان حتى ما يبقاوليش الحبيبات ديال السكر يبانوا. من بعد غادي نضيف كاس ونص ديال الزيت. هنا ضفت الكاس الاول، غادي نضيف نصف الكاس الاخر، حتى هما غادي نطرب مزيان حتى يندمجوا لي. غادي نضيف لهم واحد الساشيه ديال روح الزهر، حتى هي كتعطي واحد المذاق رائع للفقاس. غادي نضيف 50 غرام ديال الزنجلان منقي ومحمر شويه، كذلك غادي نضيف 50 غرام ديال النافع، وغادي نضيف 50 غرام ديال اللوز اللي رطبته ليله كامله كما ذكرت في نص كاس ديال ماء الزهر. غادي نضيفو به بنص كاس ديال الماء الزهر ديالو صافي. وغادي نبدا نجمع بالدقيق مع ساشيه ديال الخميرات الحلويات 8 غرام. غادي نبدا نجمع بالدقيق حتى تجمع لي العجينه كامله. هنا الدقيق كما سبق لي ذكرت في الفيديوهات السابقه، ما غاديش نقدر نعطيكم القياس نيشان ديال الدقيق على حساب الطحين واش كيشرب ولا لا، يعني نتوما عينكم ميزانكم. ملي تشوفوا العجينه تجمعات ما بقاش كتلصق في اليدين صافي نحبسوا عليها الدقيق. العجينه ديالي هذه هي، هانتوما كتشوفوا راه تجمعات. هنا غادي نشكل منها كويرات، غادي نشكل منها 4 ديال الكرات، كنحاول نديرهم نفس القياس. صافي من بعد غادي نبدا نشكل الكرات ديالي على شكل بودان. اهم حاجه هنايا غادي نبقى نخبط العجينه ديالي مع الرخامه باش تخرج كاع داك الهواء اللي كيكون لداخل، باش ملي نقطعوا الفقاس ديالنا ما يجيناش فيه دوك التقيبات والفراغات في الوسط. يعني غادي نبقاو نخبطوها مع سطح العمل. غادي نفس الطريقه غادي نديرها العجينه الزوجه. هاد العمليه هذه راها مهمه في الفقاس باش ملي نقطعوه ما يجوناش دوك الفراغات في الوسط، خاص داك الهواء كامل يخرج. النصيحه الثانيه اللي كنقدمها لكم بخصوص الفقاس ما كنسخنولوش الفران، كنديروه ندخلوه يطيب والفران بارد،
يعني حتى كندخلو اللاطه ديالنا الفرن عاد كنشعلو عليه وما كنسدوش عليه الفران. الفقاس ما كيبغيش الحراره مزموته عليه، كنخليو دفا تاع الفران محلوله ودفا مبله. هنا انا عندي هاد البلاطو ديال الفقاس اللي ما عندهاش تستفهم في الصنيع عادي، يعني ماشي ضروري. غادي نجيب واحد الصفر ديال البيضه مع شويه ديال القهوه سريعه الذوبان، وغادي ندهن لهم الوجه ديالهم. كما سبق قلت لكم الفران ما نسدوش عليه الفران، غادي نخليو دفا. هذا الفران ديال الغاز العادي غادي نخليو دفا محلوله ودفا مسدوده حتى يطيب ويشد راسو. اما اللي عندها الفران ديال الضو تخدم الفرفاره، الا كان عندها المروحه في الفران ديروا المروحه، لانه هو خصو يطيب في جو فيه الرطوبه. هنا غادي ندهنو، غادي ندخلو الفران يطيب. ملي غادي يطيب ويخرج من الفران اول حاجه غادي نشرطو الوجه ديالو بالفرشيط، من بعد ما غادي ندهنو. ملي غادي يبان تحمر من الجناب وشد راسو طاب غادي نخرجوه من الفران، وغادي نكونوا موجدين واحد سربيته ولا فوطه فزقه معصوره مزيان، غادي نغطيوه بها ونديروا عليه البلاستيك، وغادي نخليوه يبات ليله كامله حتى الغد ليه عاد غادي نقطعوه. ومتبعوا معايا المراحل ها في الفيديو واضحه. صافي هنا غادي نشرط له الوجه، غادي ندخلو يطيب. هنا بعد ما خليته ليله كامله كما كتشوفوا راه بعد ما طاب درت عليه هاد الفوطه فازقه خليته ليله كامله. غادي نجيب واحد الموس اللي غادي يكون ماضي، الموس ضروري يكون حاد ماضي، وغادي نبدا نقطع فيه. هانتوما كما كتشوفوا كنقطعو بكل سهوله، ما كيتهرس ما حتى شي حاجه. غادي نستمر حتى نقطع كاع لي بودان اللي عندي، وغادي نستفهم في واحد الصينيه وغادي ندخلهم للفران يتحمروا على الوجه. نشعلوا عليهم العافيه من التحت. ملي كنشوفوهم تحمروا غادي نزلوهم يتحمر لهم الوجه. هما كما كتشوفوا راه كنقطعوا ما كيتهرس ما كيوقع له حتى شي حاجه. صافي كنرجعوه للفران يتحمر. وهذا هو الشكل النهائي ديال الفقاس ديالنا، كيجي مقرمش ولذيذ وفيه ديك النسمه ديال النافع. كنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. الا عجبكم الفيديو ما تنساوش تحطوا لي لايك وما تبخلوش عليا بتعليقاتكم. اللي اول مره تدخل القناه كنقولها مرحبا بها، ما تنساش تشترك وتضغط على زر الجرس باش يوصلها كل جديد. والى اللقاء مع فيديو اخر.